أهلا بكم يا أصدقائي مع السلسلة الجديدة اختبارات ودرجات التي تجيب على سؤالك المعتاد: ما هو مستواي في الشطرنج؟ وهناك عدة طرق للتعرف على مستواك، منها هذه الطريقة وهي الاختبارات. وقبل أن نبدأ نتعرف على مراحل الدور وهي ثلاثة. الأولى هي مرحلة الافتتاح التي تبدأ بالتعبئة، وهي إخراج القطع ووضعها في أماكن جيدة مع مراعاة السيطرة على الوسط، وهو الأربع مربعات المتوسطة في الرقعة، مع عدم إغفال التبييت لتأمين الملك، وهو إما تبييت قصير في جناح الملك أو تبييت طويل في جناح الوزير. ثم ندخل في مرحلة وسط الدور، وقياس مستواك يعتمد على جودة لعبك في هذه المرحلة التي لها عدة اعتبارات، منها فتح الأوتار والأعمدة، ثم إنتاج نقاط ضعف في مركز الخصم، واستثمار هذه النقاط في السيطرة على الرقعة ومهاجمة الملك. وإذا لم يتم الحسم في مرحلة وسط الدور، نأتي إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة نهاية الدور، وتبدأ بعد اختفاء القطع من الرقعة وخاصة الوزيرين، ويلعب الملك دور رئيسي في هذه المرحلة، ولها قواعد خاصة يجب تطبيقها. وفي هذه السلسلة سنستعرض أدوار بين لاعبين أقوياء، وسنقف عند 8 مواقف. لكل موقف سأعطيك 3 نقلات مع الفكرة الرئيسية وراءهم، وعليك التفكير واختيار أحد هذه النقلات الثلاث، وكل نقلة تختارها لها درجة أقصاها 5 درجات، وبتكرار المواقف تجمع درجاتك. وإذا حصلت على 35 إلى 40 درجة فأنت أستاذ دولي كبير جراند ماستر، ومن 30 إلى 34 أستاذ دولي آي إم، ومن 20 إلى 29 فأنت أستاذ محلي، ومن 10 ل 19 فأنت لاعب جيد، أما أقل من ذلك فأنت ما زلت لاعب مبتدئ. وسأقدم لك نصيحتين قبل أن تبدأ، فلكي تعتاد على هذه الاختبارات استعرض بعض منها كمراقب وليس كاختبار، ثم ابدأ بعد ذلك في اختبار نفسك. أيضا يفضل تجميع نقاط 5 اختبارات وأخذ متوسط الدرجات للتقييم الصحيح. والآن هيا نتعرف على مستواك في دور بعنوان استغلال العمود المفتوح. خذ وقتك وفكر ثم قرر. الدور ده هيكون مثال على استغلال العمود المفتوح، وخاصة عمود دي، مع نهاية دور فيل ضد حصان. والأبيض جراند ماستر الهولندي آمي بدأ بدي 4، دي 5، سي 4 جنبية الوزير، سي 6 جنبية الوزير المرفوض الدفاع السلافي، نايت اف 3، نايت اف 6، نايت سي 3، اي 6. ده بيسمى تفريع شيبيانينكو، وهو تفريع صلب ولكنه إلى حد ما سلبي. اي 3 بيفتح للفيل ويحمي بيدق الجنبيت. بيشوب اف 5 بيعبق الفيل لكن بيترك بيدق البي 7. وهنا التفريع الرئيسي هو لعب الكوين بي 3 طالب البيدق، والاسود بيلعب بي 5، ولكن الابيض اختار بيشوب دي 3 وبيطلب التكسير. وبعد التكسير لعب اي 6 كسل بيشوب اي 7، وهنا الابيض لعب النقلة المفتاح اي 4، ودي بتضمن له التفوق الدائم في المساحة. كسل روك دي 1، نايت اي 4، نايت اي 4، دي اي 4، كوين اي 4، نايت دي 7، بيشوب اف 4، كوين اي 5. وصلنا للموقف الأول، ودلوقتي لك 3 اختيارات:
الأول هو ال A3 لتدعيم لعب ال B4 وأخذ مساحة في جناح الوزير. التاني هو الروك D3 لإزواج الرخين على العمود D. والتالت هو ال H4 لبدء المبادرة في جناح الملك. والآن أوقف الفيديو وفكر في نقلتك، فلديك 5 دقائق للتفكير ثم قرر. إذا اخترت ال A3 فهي نقلة معقولة للعب ال B4 وأخذ مساحة في جناح الوزير ولها 3 نقط. وإذا اخترت ال H4 فدي ليست فعالة، لأن الأسود دائما هيحمي جناح الملك بالنايت F3 طالب الوزير ولم تستفيد شيئا، ولذلك بدون نقاط. لكن أفضل نقلة هي الروك D3، ودي الطريقة المعتادة لتعبئة الرخين مع تأمين بيدق الدي 4، وبتزود المرونة للقطع، ولذلك 5 نقط. الأسود رد بروك دي 8، كوين اي 2، كوين اتش 5. النقلة دي سيئة والوزير ليس له مستقبل، وكذلك بيترك الأبيض للعب الروك دي 1 بدون الخوف على بيدق ال A2، بيشوب F6، كوين E4. الأبيض بيخسر وقت، ولكن ده ليس عامل هام في مثل هذه المواقف. وبعد نايت F8 وصلنا للموقف الثاني. لديك 3 اختيارات. الأول الروك B3 والضغط على بيدق ال B7. الثاني وضع الحصان على ال E5 في وسط الرقعة، والفيل لو أخد هياخد بالبيدق ويفتح العمود دي. التالت هو البيشوب E5 وإجبار التكسير أو التراجع بالفيل. والآن أوقف الفيديو وفكر في نقلتك، فلديك 5 دقائق للتفكير ثم قرر. إذا لعبت البيشوب E5 نقلة معقولة، والأسود لو أخد هتفتح العمود دي، ولذلك لابد أن يتراجع، ولذلك النقلة دي تساوي 3 درجات. بينما لو لعبت الروك B3 طالب البيدق، الأسود ببساطة هيرد البي 5 ولا خوف من أخذ بيدق السي 6، لأنه هياخد السي 4. وبعد الأخذ الأسود له النقلة قوية E5 وهيسترد البيدق، والأبيض لا يستطيع الأخذ لأنه رخه مربوط أمام الرخ السوداء، ولذلك الروك B3 بدون نقاط. والنقلة الصحيحة هي النايت E5. بالنقلة دي الوزير الأسود أصبح في حرج، فليس لديه مربعات كثيرة للمناورة، وبكده الأسود مجبر على أخذ الحصان، ولذلك النايت E5 ب5 نقاط، والأسود مجبر على الأخذ. ودلوقتي وصلنا للموقف الثالث، هتاخد الفيل بالبيدق أو بالوزير أو بالفيل. فكر جيدا، فهناك مفاجأة بانتظارك. والآن أوقف الفيديو وفكر في نقلتك، فلديك 5 دقائق للتفكير ثم قرر. إذا أخدت بالبيدق فالأسود هيفوز فورا بالنقلة الرائعة بأخذ الرخ بتشيك، ولابد للأبيض من التسليم، فالملك ليس له أي حركة، ولابد من أخذ الوزير وهياخد بالرخ بتشيك، ولا جدوى حتى من الرجوع بالوزير لأنه هياخده بتشيك ميت. إذا الأخذ بالبيدق بدون نقاط. إذا أخدت بالفيل هتكون أيضا نقلة سيئة، لأنك هتعطي الفرصة للأسود للاعب النايت G6 طالب الفيل بقطعتين، والمبادرة الأبيض انتهت، ولذلك الأخذ بالفيل بدون نقاط، والأبيض أخذ بالوزير، ودي النقلة الصحيحة ولها 5 نقاط. طالب الوزير ولابد من التكسير، وبعد الأخذ تم فتح العمود دي، والأبيض طالب الرخ، ولذلك لابد من التكسير، وبكده الأبيض خرج فائزا بالسيطرة على العمود دي بدون مشارك. وكذلك السيطرة بالبيدق على المربع الهام D6 و F6
والأسود لا يستطيع التخلص من البيدق بنقلة زي الF6، لأنه هياخد وبعد الأقص هيلعب بيشوب H6 طالب الحصان، اللي باختفائه الرخ هيغزو الصف السابع ويتحكم في بيادق الأسود، والأبيض أفضل بالتأكيد. ولذلك الأسود كمل بنايت G6 طالب الفيل. وبكده وصلنا للموقف الرابع. الفيل مطلوب، فهل يتراجع أو يلعب الجي 3 لحمايته أو يحميه بالرخ؟ والآن أوقف الفيديو وفكر في نقلتك، فلديك 5 دقائق للتفكير ثم قرر. إذا الأبيض حماه بالرخ هيكون خطأ كبير، لأن الأسود هيكمل بسي 5 طالب الرخ، ولابد من الذهاب للإي 4، وبكده الأسود هو اللي هيحتل العمود دي، وفجأة أصبح الأسود أفضل بالتأكيد. ولذلك الروك دي 4 بدون نقاط، بينما إذا تراجع بالفيل، ودي نقلة تبدو طبيعية لكن بتعطي الفرصة للأسود للهجوم المضاد بالاتش 5 طالب الاتش 4 والفيل في المصيدة، والأسود له لعب مضاد، ولذلك التراجع بالفيل بدون نقاط، والأبيض لعب جي 3. النقلة دي إلى حد ما مفاجئة، ولكنها هي النقلة الصحيحة، فبتعطي الأبيض مساحة في جناح الملك، وكذلك بتعمل مربع هروب للملك. وبما أن معظم القطع اختفت وأيضا الوزيرين، فأصبحنا في مرحلة نهاية الدور، والملك أصبح له دور رئيسي، ولذلك حرك الملك للوصول إلى وسط الرقعة، لكن الأبيض منعه بروك دي 7. بكده الأبيض أعلن تفوقه، فبيمنع الملك من التقدم، وأيضا بيهدد بيدق البي 7، وده بالطبع أفضل استغلال للعمود المفتوح. والأسود رد ببي 5 طالب البيدق، وبكده وصلنا للموقف الخامس، والأبيض له 3 نقلات. الروك سي 7 طالب بيدق السي 6، ولو الأسود أخد هيكون بيهدد بيدق السي 4، أو ربما حماية البيدق بالبي 3، والنقلة الثالثة السي 5 وإغلاق الوسط. والآن أوقف الفيديو وفكر في نقلتك، فلديك 5 دقائق للتفكير ثم قرر. لو الأبيض لعب الروك سي 7 طالب البيدق، هيعطي الفرصة للأسود لأخذ بيدق السي 4، وبعد الأقص وتهديد السي 4 الأسود هيتركه سعيدا ويلعب روك بي 8، والأسود أيضا احتل عمود مفتوح وطالب بيدق البي 3، والموقف أصبح متعادل. ولذلك الروك سي 7 بدون نقاط، بينما لو حمى البيدق الأسود أيضا هياخد السي 4، وبعد الأقص الروك بي 8 هتكون نقلة قوية طالب السيطرة على الصف السابع وتهديد بيدق الاي 2، أو ربما الروك سي 2 والفوز ببيدق السي 4، والأسود أصبح أفضل، ولذلك حماية البيدق بدون نقاط أيضا. ولذلك الأبيض لعب سي 4 لأنه سيطر على المربعات السوداء، وخاصة مربع البي 6 اللي هيكون له تأثير خطير، ولذلك لها 5 نقاط. وبعد اتش 6 روك سي 7 طالب البيدق، الأسود مجبر على حمايته بتراجع الحصان بيشوب دي 2 A5 كينج F1 A4 كينج E2. وهنا أفضل نقلة للأسود الروك دي 8 ومحاولة إيجاد عمود مفتوح للرخ، ولكن الأسود كمل بكوين E8. وهنا هنرى بعض التكرار للنقلات روك B7 نايت C8 روك C7 نايت E7. ودلوقتي وصلنا للسؤال السادس. الأبيض له 3 نقلات كلهم بالبيادق للفوز بمساحة في جناح الملك. الأولى هي الإف 4، والتانية الجي 4، والتالتة الاتش 4. والآن أوقف الفيديو وفكر في نقلتك،
فلديك 5 دقائق للتفكير ثم قرر. النقلة H4 نقلة معقولة ولها نقطتين، وكذلك النقلة G4 أيضا لها نقطتين، ولكن الأبيض لعب النقلة ذات ال5 نقاط F4. ربما تبدو ال3 نقلات متشابهة، لكن حنرى تأثير هذه النقلة بعد قليل، فهي ربما نقلة الفوز. مرة أخرى أفضل نقلة للأسود هي الروك D8 واحتلال العمود D، ولكنه دافع بالH5 لمنع الأبيض من لعب الG4 بروك B7 نايت C8. ودلوقتي وصلنا للموقف السابع. الأبيض له 3 نقلات، إما لعب الH3 لتدعيم لعب الG4 والاختراق في جناح الملك، أو لعب الF5 لفتح الموقف مع تضحية بيدق، أو تكرار نقلاته بالروك C7، فأيهما تختار؟ والآن أوقف الفيديو وفكر في نقلتك، فلديك 5 دقائق للتفكير ثم قرر. لو الأبيض لعب الH3 للعب الG4، الأسود له النقلة القوية روك A7 وهيكسر الرخين. لاحظ ان الابيض لا يستطيع لعب الروك B8 لربط الحصان على الملك، لان الملك هيذهب للD7 والنقلة القادمة للC7، ولابد للاسود من الفوز بالفرق، ولذلك مجبر على اخذ الرخ، وهنا هياخد بالحصان اللي اصبح حر الحركة ويستطيع التراجع ثم الذهاب لاحتلال المربع الهام D5. والاسود له لعب مضاد قوي للغاية، ولذلك الH3 بدون نقاط. ايضا اذا لعب الروك C7 هيلعب ببساطة النايت E7 ولم يحرز الابيض اي تقدم، ولذلك ايضا بدون نقاط. والابيض فاجئ الجميع بنقلة الفوز F5. بيضحي بيدق، لكن وراءها خطة رائعة، والنقلة دي هي نقلة الفوز. فالأبيض طالب أخذ بيدق الE6، ولو الأسود أخذ هيسقط بيدق الG7 وأيضا بيدق الH، والأبيض هيفوز ببيادقه السالكة، والأسود لا يستطيع قبول البيدق، وإلا هتجي النقلة الرائعة E6 والأبيض فاز. طالب بيدق الF7 ولابد من الأخذ، وهنا هياخد بيدق الB7 وبيدق الH هيسقط، وبيدق الأبيض هيصبح سالك ويفوز. إذن الF5 نقلة ممتازة ولها 5 نقاط. والأسود كمل بروك A7 طالب الرخ، لكن هذه المرة الأبيض أخذ سعيدا، وبعد الأخذ دخلنا في نهاية دور فيل قوي أمام حصان ضعيف. وهنا ظهرت الفكرة النهائية للأبيض بلعب الF6 طالب بيدق الG7 والترقية، لكن بالنقلة دي أصبح الحصان بدون حول أو قوة، فجميع مربعاته أصبحت مضروبة بالبيادق، والحصان أصبح حبيس، بينما الفيل حر الحركة، والأسود ينتظره مستقبل مظلم. فإذا أخذ على الF6 هياخد ببساطة، وبيدق الH أصبح فريسة للملك، ومع بدقين سليكين يفوز الأبيض. ولذلك النقلة الوحيدة هي G6، والأبيض بدأ استعمال فيله بالبيشوب A5. الفيل هيخترق معسكر الأسود، كينج D7 كينج E3 كينج E8 بيشوب B6 نايت D8 بيشوب C7 كينج F8 H3 كينج E8 كينج G4. الملك في مربع حاكم، إما يذهب إلى جناح الملك أو يذهب إلى جناح الوزير ليأخذ بيادق الأسود الغير محمية. وبعد كينج D7 طالب الفيل ذهب للB8، والملك مرة أخرى تراجع، ووصلنا للموقف الثامن والأخير. الأبيض له 3 نقلات، إما لعب الG4
أو التراجع بالملك للإي 3 والذهاب لجناح الملك، أو التراجع للسي 3 والذهاب لجناح الوزير، أيهما تختار؟ والآن أوقف الفيديو وفكر في نقلتك، فلديك 5 دقائق للتفكير ثم قرر. لو الأبيض لعب G4 لا بأس بها، لأن بعد الأخذ ومعاودة الأخذ ما زال الملك مسيطر ويستطيع الوصول لجناح الملك، ولذلك لها نقطتين. أيضا الكينج E3 لها نقطتين، لأن الملك هيغزو في جناح الملك، ولكن دي أكتر صعوبة، والنقلة الأفضل هي التراجع للسي 3، والملك طريقه سهل في جناح الوزير ويستطيع الأسود التسليم، والهدف هو البيدق سي 6 اللي بسقوطه هيسقط الأسود، ولذلك كينج اي 8، كينج بي 4، كينج جي 8، كينج اي 5، كينج اي 8، كينج اي 6، كينج جي 8، كينج بي 7. الملك وصل لمحطته النهائية طالب البيدق، والأسود ليس لديه غير حمايته بالملك، لكن بكده الأسود أصبح في زوجزبانج، فلا يستطيع تحريك الحصان لعدم وجود مربعات، ولا يستطيع تحريك الملك وإلا هيبتعد عن البيدق، ولذلك بعد G4 HG4 HG4 B4 G5 B3 A3. بكده الأسود استنفذ كل نقلاته، ولابد من تحريك الملك وسقوط البيدق، والباقي سهل، ولذلك الأسود سلم. وخلاصة الدور إن تفوق الأبيض لم يكن كبيرا، ولكنه بمهارة أنشأ شيء من لا شيء، فلديه تفوق في المساحة وأيضا استخدام العمود دي. وفي النهاية رأينا تطبيق لفيل قوي أمام حصان ضعيف في نهاية الدور. والآن اجمع درجاتك وقيم مستواك، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.